يستهدف برنامج الدعم المباشر الأسر غير المشمولة بأنظمة الحماية الاجتماعية، وتقدر الحكومة قيمة الدعم المالي لتلك الأسر خلال العام الجديد ب2.5 مليار دولار، ميزانية تعتزم الحكومة تغطيتها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والمداخيل المستخلصة من الشركات، إلى جانب ترشيد برامج الدعم الاجتماعي. ابتداء من 28 ديسمبر الجاري ستستفيد حوالي 1,000,000 أسرة مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. دعم مالي مباشر طال انتظاره من قبل الفئات الفقيرة والهشة في المجتمع المغربي. يقدر عدد الدفعة الأولى المستحقة لهذا الدعم المالي ب3,500,000 شخص. كشفت الحكومة أن هؤلاء سيتلقون منحتهم الأولى خلال الأسبوع الجاري، وهم لا يشكلون سوى جزء من المستحقين الذين استوفوا الشروط المطلوبة. مقابل الدعم المباشر للفئات الهشة في المجتمع، تخشى فئات مصنفة ضمن الطبقة الوسطى من أن تتأثر قدرتها الشرائية نتيجة للرفع المتوقع للدعم عن الدقيق والسكر وغاز الطهي، وهي مواد ظلت الدولة تدعمها منذ عدة عقود عن طريق صندوق المقاصة الذي طالما تعرضت منهجيته في الدعم للانتقاد.